لكن خارج نطاق الnuclear family الصغيرة دي، تسافر مع مامتك وباباك بالإضافة لعيلتك وحماك وحماتك وقرايبك وقرايب أختك وأصحابهم واللي يتشدّدوا لهم. أنا شايفة دي برضه وصفة for catastrophe total chaos. الناس مش بتقدر تتعامل بشكل تلقائي في وجود observers كتير. يعني لو أنا مثلًا عندي مشكلة مع ابني أو بنتي وأنا مسافر وعايز أقول له لأ، إحنا ما ينفعش الكلام ده، هافكّر ألف مرّة قبل ما أعمل المشهد ده قدّام حماتي مثلًا، لإنه ممكن يكون لها رأي تاني، ممكن آخُد comment أنا مش عايزاه، أو قدّام أهل جوزي ممكن يكونوا هم شايفين إن أنا أم متعسّفة. فأنا ليه أكدّر نَفْسي؟ ما أنا طول السنة لو أنا عايشة يعني معاهم في نفس البلد، ما أنا طول السنة باخد الcomments دي وباسمع نصائح عزيزة المرأة وبرامج الإذاعة والتيكتوكات اللي بيشوفوها وكل التجارب اللي نفعت معاهم واللي ما نفعتش معاهم، كلنا بنعمل كده. فأنا رايح أجازة عشان أريّح دماغي وأريّح جسمي، والّا رايح أجازة عشان أخوض معركة وجودية يعني لإثبات إن أنا أب أو أم ما حصلوش من أيام مينا موحد القطرين؟ أكيد لأ يعني. فلو أنت هتسافر مع حد أو أنتِ هتسافري مع حد اللي هم بيسموهم الextended family، لازم تبقي متأكدة ومن التجارب بتاعتِك إن الشخص ده شخص وديع، خفيف، لا جاي ينظّر ولا جاي يحكي لِك حكاوي عن ماضيه وإزاي هو أفلح أو فشل، فيقلب الموضوع دراما وتفضلي أنتِ طول الوقت بتحاولي تواسيه أو بتحاولي تواسي نفسِك. السفر مش معمول علشان أفسّح الناس التانيين، أفسّح عيلتي. لو أنا عايز أفسّح ناس تانيين وحاسس إنه ده واجبي، وده بيحصل كتير لو أنا مسافر وعندي أهل وما باشوفهمش كتير، ممكن ما يكونش سفر طويل، يعني مش أسبوع هنقعد مع بعض ولا 10 أيام، ممكن يبقوا يومين كده السخنة، ممكن أعمل لهم أحسن من ده وده. book them اعمل لهم رحلة، قُل لهم أنا حجزت لكم في رحلة الأقصر وأسوان في الشتا، بس أنا مش هابقى موجود في الشتا. هينبسطوا على فكرة جدًا. أنا عارفة إنه هينبسطوا بوجودك ووجود أهلك ووجود ولادك بس ما تبسطهمش على حساب إن رحلتك اللي ممكن تكون أنت أصلًا بتاخدها بالعافية تبوظ completely. طبعًا